السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ضوء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. هنعمل النهاردة مع بعض زبدة الفول السوداني بكل سهولة وبساطة وغير مكلفة، وحاجة نظيفة في البيت على ايديكي. ومش هتكلفك أي حاجة، وسهلة جدا وبسيطة. نشوف مع بعض الطريقة والمقادير سهلة جدا وبسيطة. معانا هنا ربع كيلو سوداني بدون قشر وبدون ملح. هنحمصه في الطاسة شوية كده على النار. هنقلبه، هنفضل نقلبه كده شوية عشان يتحمص معانا. بعد كده هنضيفه في الطبق، نسيبه يبرد شوية دقيقتين كده. بعد كده هنجيب المطحنة ونبتدي نطحنه في المطحنة الأول. هننعمه كده زي ما انتوا شايفين في المطحنة. وهنطحن بقية السوداني. وهنخلص الكمية كده زي ما انتوا شايفين، طحناه ناعم خالص. بعد كده في الخلاط او في الكبة زي ما تحبي هتضيف السوداني اللي طحناه مع بعض، وهتضيفي له معلقتين عسل عليه، ولو حابة تضيفي فانيليا. بعد كده هنبتدي نضربه في الكبة ضربات متقطعة كده. نستمر في الخلط. بعد كده هنضيف له معلقتين زيت ذرة، وهنضرب فيه كتير لحد ما يبقى معاكي بالقوام ده زي ما انتوا شايفين كده. افضلي اخلطي فيه لحد ما يبقى في القوام بتاعه ناعم وطرية كده زي ما انتوا شايفينها. لحد ما توصلي للقوام ده، وخلاص كده جهزت معانا. هتعبيها في برطمان